إذا عندِك بسكوت سادة ومو عرفانة شو تعملي فيه، تعي اعملي معي هالوصفة اللي ما في أطيب من هيك. بتطحنيهم على محضّرة الطعام لحتى يصيروا بهذا الشكل، وبعدها بوعاء تاني بتحطّي فيه 3 بيضات وزرف فانيليا ونُص كاسة سكر، نُص كاسة حليب، ونُص كاسة زيت، بتحركيهم بالمضرب اليدوي كتير منيح، وفيكِ تستخدمي المضرب الكهربائي، وبعدها بتحطّي البسكوت المطحون فوقن وبتحركيهم كتير منيح لحد ما يتجانسوا عندي كل المكونات، وآخر شي ضفت ظرف بيكنج باودر. شوفوا كيف طلع معي قوام الخليط. هلأ بنجيب قالب التورت، أنا عندي ما بيلزق بس يعني للاحتياط ما بأمّن، بدهنه دهنة صغيرة بالفرشاية بالطحينة، وبعدها سكبت فيه الخليط ورجّيته بهذا الشكل لحتى تطلع عندي كل الفقاعات لفوق، وهلأ بندخله على فرن محمّى مسبقًا على درجة حرارة 180. وهلأ رح نحضّر الصوص اللي هو عبارة عن 3 مثلثات جبنة وعلبة 200 لتر من الكريمة السائلة، ضفت لهم معلقة من اللبنة بتعطيها طعم كتير طيب، وباخفقهم بالمضرب الكهربائي لحد ما يتجانسوا. وهلأ طلع عندي الكيك من الفرن بعد 30 دقيقة. قلبته بعد ما برد تمامًا، وهلأ عم حط الخليط الأبيض فيه، قمت شوي على جنب من الخليط وحطيت له معلقة صغيرة كاكاو وسكبته بقلب الكيس. وهلأ بدي أعمل هاي الخطوط لحتى أزيّن فيه التارت. طعمة هذا الصوص الأبيض بتاخد العقل كتير كتير دسمة وطيبة. وهلأ بالعود الخشبي عملت هيك خطوط بروحة ورجعة لحتى طلع معي هذا الشكل الحلو. وهلأ بنقسم قطعة ومندوق، يعني ما بتتخيلوا قديش وهذا التارت كتير كتير طعمه خفيف وهش. لو عجبكن فيديو اليوم ما تنسوا تدعموه بلايك وتابعوني يوتيوب، الرابط بالبايو.